ولهذا أنا أنصح كل من يتعامل مع الجوال في أي مصلحة، لأن الإنسان أحيانا يدخل نفسه صالحة تريد الخير ويريد مثلا علما أو يريد فائدة ويفاجأ وإذا بالشيطان أخذه في دروب وأوقعه في مهاوي ومهالك. ولهذا ينبغي على المتعامل مع الجوال أن يتعامل معه بماذا؟ بحذر شديد، ويكثر من التعوذ بالله من الشيطان. أنا أنصح بهذا، أنصح أن يكثر بالله من التعوذ من الشيطان، وخاصة إن تحرك من خلال الجوال ماذا؟ نزغ للشيطان، لمه للشيطان، جثمه للشيطان على القلب، يجثم على القلب. إن أحس بشيء من ذلك يتعوذ بالله عز وجل، ويخرج من هذا المكان الموبوء، المكان الفاسد الذي أدخله فيه الشيطان، يتعوذ ويخرج حتى يسلم له دينه ويكن على حذر شديد. عافانا الله وسلمنا وأبناءنا وأبناء المسلمين. نعم.